أمامكم يا سادة يا كرام النصر العالمي في انتظار صافرة المغربي رضوان جاد. مليون مبروك لعشاق العالمي وحظ أوفر لجمهور الهلال بعد هذه الخسارة أمام النصر بهدفين، بهدف رونالدو يكتب التاريخ من جديد لنادي النصر في هذه الأوقات ومع أجمل الأوقات في أصفر اللون بكل الجنون في هذه الليلة وأشهى الليلة في مدينة الطائف. أكيد ستتواصل الأفراح للنصراويين وخيبة كبيرة للهلاليين في انتظار مراسم التتويج. نعود بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى الاستوديو للزميل عبد العزيز البكر. الشجاعة تغلبت على الكثرة، هذا ما حدث في هذه الأمسية لتحقيق النصر. تحتاج إلى الشجعان. اليوم النصر أكمل ربع الشوط الأول والأشواط الإضافية بنقص عددي. هذا النقص ولد قوة كبيرة انطلق معها قطار النصر، قطار البطولات، بأول بطولة يحققها النصر في هذا الموسم الرياضي، بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وهدافها كريستيانو رونالدو ب6 أهداف. ألف مبروك للنصر، لأمة النصر، هذا الانتصار المهم أمام الغريم التقليدي الشقيق فريق الهلال. نهائي فعلا يليق باسم الوالد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. هذه الليلة الكبيرة لعشاق النصر أن تلعب مباراة الإيطالي. الآن يتقدم رونالدو، كريستيانو أكبر هدف الحذاء الذهبي، يستحق طبعا الدان رونالدو. يتقدم كابتن الفريق ومدرب الفريق ليرفع معا هذه الكأس الكبيرة الغالية، كأس العرب للأندية الأبطال، كأس الملك سلمان. إذن اللحظات التاريخية سيصرخ وراءها كل نصراوي فرحة وابتهاجا بأولى الصور التذكارية لتتويجات النصر العالمي. لويس كاسترو وكريستيانو رونالدو
والدورة الشرفية للفرقة النصراوية. الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز فيصل رئيس الاتحاد العربي. كريستيانو رونالدو يدخل بالكأس إلى منصة التتويج. سيفرح الجميع، ستنطلق الآهات والأفراح. هذا هو النصر على سطح الكرة العربية لأول مرة في تاريخه. نادي النصر في استعراض خيالي للتتويج. النصراويون هم الأولون. صور جميلة معبرة لنصر رونالدو، لنصر العالمي. أكيد مشاهدينا الكرام تعيشون معنا هذه اللقطات التاريخية للكتيبة النصراوية. أترككم